بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إخوان، غنقول لكم دابا واحد السميات اللي كلكم كتعرفوهم: لوسيفر، بيلزبوب، أبادون، سيتان، مامون، بيلفغور، أسموديوس. ولا باش نبسط لكم الأمور نترجمهم لكم باللغة العربية الفصحى، ولا بالأحرى ماشي ترجمة حرفية للعرب شنو سماوهم: عبد الله المذهب، مرة، أبا محرز الأحمر، برقان أبو العجائب، شمهروش، ميمون أبانوخ، الأبيض. كنظن الإخوان دابا عرفتوهم شكون هما. ولا عرفتي شنو؟ باش نسهل عليكم الأمور في خطرة نقولهم لكم بالدارجة المغربية، ماشي ترجمة بحال ديما. المغاربة شنو سماهم؟ العيشة قنديشة، الباشا حمو، مليكة، ميرة، شمهروش، ميمون والبوهالي. ملوك الجن السبعة، واش بصح كاينين؟ واش بصح كيجيبوا الخير والشر؟ خلينا نبداو القصه من الاول. اول وحدين جابوا هاد الاسطورات هادو ماشي هما المغاربه. كان عندي في الظن ديالي حتى انا باللي المغاربه هما اول وحدين ولا هما الوحيدين اللي كيامنوا بهذا الشيء هذا. لا الاخوان، ماشي المغاربه مساكن هما الاخرين واقيلا. اول وحدين جابوا هذا الشيء هذا هما الانجليزيين، المسيحيين بالضبط. واحد خونا سميتو جون وايكليف، فيلسوف وباحث دين امريكي. في 1409 بالضبط واحد النهار فاق من الناس، مشى عند العشران ديالو في واحد الجماعه مسيحيه سميتها لولارد. قال لهم طلعت على واحد الاكتشاف جديد: كاينين واحد 7 ديال الشياطين اساسيين هما اللي كيوسوسوا لينا في راسنا. سماهم 7 ديدلي ديفلز، الشياطين السبع المميته. الفكره مين جاتو؟ كاينه في الديانه المسيحيه واحد الحاجه سميتها 7 ديدلي سينز، الخطايا السبع المميته: التكبر، الجشع، الشهوه، الشراهه، الغضب، الكسل والحسد. الخطايا السبع المميته. نحاول نبسطهم لكم اكثر الاخوان. التكبر هي سمه ديال الله سبحانه وتعالى الواحد الاحد بوحده، المتكبر، من اسماء الله الحسنى. ابليس كان في الجنه منعم فرحان، هو يتكبر انه يسجد لسيدنا ادم. هبطوا الله سبحانه وتعالى من الجنه للارض، هو دابا كيشقى كيوسوس للعالمين باش يحاول يجرهم معاه. ثاني حاجه اللي هي الغضب هي واحد السمه اللي مذمومه بزاف. الغضب يقدر يؤدي بك انك تقتل. تخيل معايا. ثالث حاجه اللي هي الشراهه هي انك الانسان اللي كياكل بشراهه كبيره، كينسى الاخوان ديالو المساكين والفقراء، كيفكر غير في الكرش ديالو لدرجه انه يقدر يأذي راسو بديك الشراهه اللي كياكل بها. رابع حاجه اللي هي الكسل، الانسان اللي كيحس بالملل ولا كيطبق على راسو الملل. الاكتئاب الذاتي، الانسان اللي كيعجبو الاكتئاب، ما مسوقش كاع لهاد الدنيا، ما كيشوفش الخيرات اللي عطاها الله في الدنيا، ما باغيش يعيش الحياه بواحد الفرح بواحد السرور، وما باغيش ينعم بالخيرات اللي حطهم الله سبحانه وتعالى في هذه الارض. الحسد هو انك تحسد الاخ ديالك على النجاح ديالو، ما تحملوش. الانسان اللي غادي في حاجه مزيانه هو الصديق ديالك ولا الاخ ديالك، ولكن انت داخليا ما حاملوش. الشهوه هو انك تتبع الشهوات ديال الجسد ديالك وتنسى الروح اللي عطاك الله، تبقى متبع غير الدنيا والشهوات ديالها وتنسى الحقيقه. واخر وحده هي الجشع، الانانيه المطلقه، الانسان اللي باغي ياخذ كل شيء ليه، كيبغي غير راسو وكينسى خوتو. الخطايا السبع المميته هما هادو الاخوان. الانسان ما خصوش كاع يتسام باي صفه من هادو. جون وايكليف، السيد اللي جبت لكم من قبل، باحث الدين المسيحي، فكر في هذه الخطايا السبع المميته، وجات واحد الفكره اللي اسطوريه وغريبه ان غادي يكونوا 7 ديال الشياطين، كل واحد كيوسوس لينا بوحده من هذه الخطايا. واحد كيوسوس غير بالكسل، واحد كيوسوس غير بالتكبر. فكره اللي جاتو فوق الصباح كما قلت لكم، مشى عند العشرات ديالو قالها لهم، عجباتهم حتى هي، خرجوا البحث العلمي كلشي ولا مآمن بها. الفكره بقات غادا كتطور حتى وصلت عند العرب، بقات غادا كتطور حتى وصلت عندنا حنا المغاربه. من وصلت عندنا حنا المغاربه عاوتاني بلورناها بطريقه واحده اخرى، لدرجه انهم اعتبروهم ملوك الجن السبعه. والمشكل اللي طرا من جابوهم من المغرب هاد الملوك الجن السبعه اعتبروهم مسلمين. والمشكل الكبير اللي طرا ان الانسان ولا بنادم اللي كيامن بهاد ملوك الجن السبعه كيمشي يتبرك بهم، كيبقاو يديروا جماعات خاصين بهم، موسيقى خاصه بهم، كيعطيو لكل واحد لون، كل واحد كيخدم كل نهار وكيدعيوهم باش يعطيوهم الشفاء، يعطيوهم الرزق. هذا هو المشكل اللي طرا. دخلت في الشرك الاعظم، انك تطلب من غير الله سبحانه وتعالى الشفاء، الرزق والخير. هذا كيتسمى شرك، بحال حطيتي مع الله سبحانه وتعالى آلهة وحده اخرين والعياذ بالله. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون.
الخطايا السبع المميتة اللي هبط الله سبحانه وتعالى في الإنجيل الديانة المسيحية هي اللي كانت منطلق ديال هذه الفكرة هذه، خداوها بلوروها كما قلت لكم. هذاك جون وايكليف شنو حط عليها بقات غادا كتنتشر. وخصنا نعرفوا أن الخطايا السبع المميتة ماشي هبطات غير في الديانة المسيحية، لا. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. كما سمعتوا في الآية الله سبحانه وتعالى قال لنا بلي جهنم عندها 7 ديال الأبواب. ونزيدكم، واحد نهار الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة قال لهم اجتنبوا الموبقات ال7. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قالوا ليه شنو هما هاد الموبقات ال7 يا رسول الله؟ قال لهم الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الموبقات ال7 بلسان رسولنا صلى الله عليه وسلم عطانا التحديد ديال التحديد، شنو بالضبط المسلم ما خصوش يدير. شي حاجات اللي لا دارهم خصو يتوب التوبه النصوح المبينه. اول حاجه هي الشرك بالله، انك تامن باللي كاين الهه واحد اخر غير الله سبحانه وتعالى، ولا ما تامنش بالله سبحانه وتعالى، واللي هضرنا عليها في هذه الحلقه هذه. ثاني حاجه والعياذ بالله، استغفر الله العظيم، خصني نقول استغفر الله العظيم هذه الاولى. ثاني حاجه واللي هي السحر. السحر كلكم عارفين حاجه اللي مذمومه في الايمان، مذمومه عندنا في الاسلام لدرجه القتل. ثالثا قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. رابعا اكل الربا، هاد جوج هادو واضحين. خامسا اكل مال اليتيم، الا كليتي المال ديال اليتيم هذه واحد الحاجه اللي مذمومه في الاسلام بزاف، ما يسمحش لك الله سبحانه وتعالى تيسمح لك داك اليتيم، وصعيب انه يسمح لك حيت ما عندوش والديه، خديتي ليه الفلوس ديالك كليتيهم ليه، خصك تمشي تطلب منه السماحه في اقرب وقت. سادسا التولي يوم الزحف، هي الهروب من المعركه، هروب المسلم اللي وسوس ليه الشيطان وفكروا في بنته وفكروا في مراته وفكروا في الحياه ديالو ونسى المعركه ونسى الجهاد ديالو هرب. هذاك حتى هو من الموبقات ال7، خصوصا من يرجع البشريه ترجع كامله الى الاردل العمري، من غادي يطفى كل شيء وغادي يبداو معارك اخر الزمان، غادي يبان بزاف هذه الموبقه هذه. واخر موبقات والتي هي اشدها هي قذف المحصنات الغافلات من المؤمنات. واحد السيده مؤمنه كتامن بالله سبحانه وتعالى والكتب ديالو والرسل ديالو والملائكه واليوم الاخر والقدر خيره وشره، وجا شي واحد وخرج عليها واحد الشائعه، هبط عليها شي كلام اللي هو قاذف ولا خرج عليها شي كذبه، هذه ما كتسمحش عندنا في الاسلام. الحمد لله والشكر لله ولا اله الا الله. الخطايا ال7 المميتة ولا الموبقات ال7 كما جاءت على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم عطانا التحديد ديال التحديد. يا بني البشر يا قومي ما ديروش غير هادي وهادي 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 وهادي، حيت كتعتبروا من الموبقات ال7 شي حاجات اللي كبار زائد الكبائر اللي كلنا معترفين بهم. عطانا الرسول صلى الله عليه وسلم واحد الحاجات اللي نقدروا نكونوا غافلين عليهم. اخوان، نتمنى ان الفكره تكون وصلاتكم ديال ملوك الجن ال7. استغفر الله العظيم لا كانوا ملوك. الجنون ال7 وخمر ما كاينينش واحد الجنيه سميتها عائشه قنديشه، ما كاينش واحد الجنيه سميتو مامون، هادو غير اسماء اخترعهم البشر. كاين ابليس ملك الشياطين، استغفر الله العظيم، وكاين الشياطين اللي متبعينه اللي هما الجن الكافر، وكاين الجن المسلم، كاين قرى ديال الجن المسلم واقوام ديال الجن المسلم كيعبدوا الله وكيصليوا ليه، ولكن راه ما غادي ندعيهم حتى هما بحالك مساكن، حتى هما راه كيعبدوا الله كل وقت غير باش يدخلوا الله سبحانه وتعالى في الاخر الجنه ويمشيو للنعيم. يعني ما عندك ما تدعي في جن مسلم ما باركك ما حتى حاجه. الحاجه اللي بغيت نقول واحده اخرى، الجن راه ما غادي يصرفقك. هذوك الاساطير كاملين اللي عندنا ودوك الافكار والاكاذيب اللي كنا كنامنوا بهم راه ما كاينينش الاخوان. انسان جديد، بدايه جديده، افكار جداد، وان شاء الله باذن الله الله يوفقني. كنبغيكم كاملين الخوت وكنقدركم. كنت غابر غبره بزاف ديال الظروف، بزاف ديال المشاكل، بزاف ديال الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد. شكرا لكم الخوت بزاف على الرسائل ديالكم، على الطاقه ديالكم، على كل شيء. نتمنى ان الفكره تكون وصلاتكم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ان شاء الله ولي في راسكم على الشرع. نشوفكم في الحلقه الجايه.